أسعد الله مساءكم بكل خير متابعيني متابعين قناة الحقيقة مع بدران. أهلا بكم. الوضع الروسي الأوكراني. الوضع الروسي الأوكراني، أوكرانيا قلقة جدا الفترة القادمة من هجوم روسي قوي محتمل. طبعا أجهزة المخابرات العالمية جميعها تعمل الغربية تعمل لصالح أوكرانيا ضد روسيا. طيب، الفترة الأخيرة أوكرانيا بتحذر الشعب من احتمال وشيك وقوي وقصف قوي الفترة القادمة. يعني بتقول للشعب الأوكراني خلوا بالكم، احتمال يتم قصف قوي الفترة القادمة من الجيش الروسي لأوكرانيا. طيب، المخابرات البريطانية طلعت تقرير بتقول إن هي رصدت إن القوات السوفيتية أو الروسي بتقصف أوكرانيا بصواريخ نووية، ولكن بتنزع منها الجزء النووي وبتقصف بها المواقع، وقصفت أكثر من محطة للطاقة وللمياه وتدمير البنية التحتية الأوكرانية. ففيما معناه، هم بيقولوا الكلام ده فيما معناه إن روسيا استنفذت المخزون الاستراتيجي للصواريخ. طبعا ده كله كلام لا يعقل، لأن روسيا دولة قوية ودولة مش لا يستهان بها، ولكن هم بيحاولوا يقللوا من وضع روسيا أمام العالم وتقليل من الشأن الروسي والجيش الروسي، ويحاولوا ان هم يعملوا حالة انقلاب الشعب على الجيش وعلى القيادة الروسية. ده شغل المخابرات. طيب، اوكرانيا بتحذر رعاياها او بتحذر شعبها من احتمال وشيك لهجوم صاروخي عنيف، بالذات حاليا في توقيت الشتاء وتوقيت السليج او الثلج الذي يتساقط على اوكرانيا، وفي ظل ضعف الامدادات الغربيه. تقول لي يعني ضعف الامدادات الغربيه؟ اقول لك ان النهارده الغرب بثلاث دول الحلف زي ما بيقولوا كل دوله تغسل ايديها من اوكرانيا. اقول لك انا ايه اللي عائد عليا من اوكرانيا؟ ايه اللي انا ما كانش هي اللي انا عائد اللي انا كنت محتاجه من الحرب، او كنت بقى اتمنى الحصيله بتاعته من حرب اوكرانيا وروسيا. النهارده كلنا نعلم ان روسيا قطعت جميع امداداتها الغاز والنفط عن العالم الاوروبي. ده سبب كارثه كبيره جدا في الاقتصاد ودمر الاقتصاد، مما تضرر بعض دول الحلف وابتدت زي ما بنقول تغسل ايديها، زي ما او بنقول تتخلى عن اوكرانيا. لذلك هناك ضعف في الامدادات الغربيه حاليا عن اوكرانيا، واوكرانيا خايفه جدا وقلقه بشان الهجوم المحتمل او الوشيك، وتحذر شعبها الاستعداد لقصف قوي وشيك بالصواريخ الروسيه لاوكرانيا. طيب، هناك حصار روسي قوي لمدينه اسمها مدينه بخمود. مدينه بخمود دي مدينه اوكرانيه ومدينه استراتيجيه، حصار قوي للقوات المتواجده داخلها من القوات الروسيه، وبتهددهم اما بالخروج من هذه المدينه، واما سيتم قصفهم بعنف. المدينه دي لو استولت عليها القوات الروسيه هتكون نقطه انطلاق قويه ويكون مكسب، لان هذه المدينه مدينه غنيه جدا بكل نقول الموارد الطبيعيه ومدينه استراتيجيه. فالجيش الروسي محاصر حاليا القوات الأوكرانية داخلها وبيطالبهم بإخلاء المدينة، وإلا سيتم قصفهم تماما على الوضع القائم حاليا. طيب، روسيا تنقل قواتها من بيلاروسيا إلى أوكرانيا وأسلحة. روسيا لها قوات ومعدات عسكرية كانت حطها أرسلتها إلى بيلاروسيا، تنقلها حاليا بقوتها إلى أوكرانيا. هذا ما يثبت أن، وخاصة هناك أسلحة دفاع جو اللي هي الاس 300، هذا ما يثبت بأن روسيا تحضر لحرب الشتاء. يعني ايه حرب الشتاء؟ حرب الشتاء أنا النهاردة محاصر ومفيش لا غاز ولا نفط ولا عايشين على المولدات. إذا المعدات العسكرية نفسها ما فيش نفط كافي إن هي تتحرك وتناور تنزل أرض المعركة. الشعب متهالك، ما فيش غذاء، الوضع سيء جدا في أوكرانيا
أسوأ من الحصار اللي كانت بتفرضه الصهاينة على إخواننا الفلسطينيين. طيب، نرجع على خطوة تانية. تايوان طبعا كلنا نعلم ان تايوان كانت متعاقدة مع على أسلحة أمريكية، وهناك حاليا خلاف بين بين القيادة التايوانية والقيادة الأمريكية بسبب عدم إرسال تلك الأسلحة أو هذه الأسلحة إلى تايوان. فتايوان طبعا قلقة جدا، بتقول لك إن الصين لو هجمت، ده جزر، عبارة عن جزر، تختلف الوضع تماما عن وضع أوكرانيا وروسيا. لو هجمت علينا انتوا مش هتعرفوا تجيبوا لنا اي اسلحه، فاحنا عايزين اسلحتنا. طب امريكا ما بعتتش الاسلحه ليه؟ لان امريكا حاليا منشغله تماما بالوضع الاوكراني الروسي، وكل تصنيع الاسلحه بيطلع او بيتجه في اتجاه اوكرانيا. طيب، الخلاف حاليا خلاف بين المسؤولين التايوانيين والامريكان، وامريكا بتحاول تجد وسيله لارسال معدات او اجهزه قتاليه ومعدات قتاليه الى تايوان. الوضع طبعا في تايوان هيختلف تماما لو تقدمت القوات الصينيه لاحتلال او لاستعاده تايوان. الوضع هيختلف لان الصين مش أغبية. الصين ترقبوا الوضع، عارف انها تفرض عليه عقوبات، عارف يبقى حصار اقتصادي، عارف يبقى حصار تجاري، هيبقى عارف يبقى حصار عسكري، ان كل اللي حصل مع روسيا هيحصل معاه. ايه اللي خلى اوكرانيا الصين ما تتقدمش الفتره اللي عدت دي، في حين انه حاولت امريكا تستفزها استفزاز بين باستعراض القوة في بحر الصين وفي مضيق تايوان، وإرسال مديرة البرلمان السابق اللي هي نانسي بيلوسي عيني عينك مع تهديد الصين. لكن بتستفز الصين أذكى من ذلك، والصين بتحاول تترقب الوضع. بشوف إيه اللي هيتم مع جاري اللي بتحاكم دلوقتي مثلا، هكون نفس الوضع، بحيث ان انا اكون مجهز الدفاعات بتاعتي جيدا. فرض عليا عقوبات هعمل ايه؟ تسليح هعمل ايه؟ الغاز، النفط تجاري. فبيستفيدوا من الوضع اللي بيحدث الان بين اوكرانيا وروسيا، والامدادات اللي بتحدث. ايه الامدادات اللي تمت؟ هيحصل الكلام ده في مع تايوان لو الصين تحركت. فالصين النهارده بتستعد تماما، واعتقد وده 99% رأيي فعلا ان الوضع هيختلف تماما بين الصين وبين تايوان، لان المساحه في اوكرانيا مساحه كبيره، فاجهدت الجيش الروسي. كل اللي احتلوا منهم وما زال بيتاخد منه جزء ويسيب جزء 20% من شرق اوكرانيا. ولكن بالنسبه لتايوان مش هتاخد اسبوع بالظبط هيكون تم السيطره على جزر تايوان، والموضوع يختلف تماما، وهتبقى الامدادات الغربيه غير متاحه يعني وقت الحرب. ليه؟ لان اكيد هناك خطه للصين محاوطه الجزر بحريا تمنع لها اي تدخل. ده اللي هيحصل بكره تشوفوا. ربنا يحيينا ويحييكم الفتره القادمه اللي جايه. طيب، في حاجات برضو عايز اقولها لحضراتكم عن الاقتصاد المصري. من المحتمل المحللين والخبراء بيقول لك على منتصف 23 من المحتمل خفض الاسعار وعوده العافيه للجنيه المصري. كلنا نعلم ان الجنيه المصري ينهار حاليا امام الدولار، وصل الى 23 و25 وفي بعض الاماكن باكتر من كده. مش عايز برضو اقول كلام ملوش يعني منقول يعني. طيب، من المحتمل الخبراء السياسيين والاقتصاديين بيقول لك ان من المحتمل انخفاض الاسعار في مصر الفتره اللي جايه اعتبارا من النصف الاول من عام 23. ربنا ييسر الامر، لان الوضع عالميا سيء جدا. في وكاله اسمها رويترز بريطانيه بتقول لك مصر ستنجو من الازمه الاقتصاديه الحاليه. الصادرات المصريه وصلت الى 36 مليار دولار، ده مما يساعد على تخطي مصر المرحله القادمه. وفي دعم من الخليج لمصر، ده هيخلي مصر تخطي او تتخطى الازمه الحاليه. ولكن الازمه حضرت ازمه عالميه حقيقه، الوضع عالمي، ولكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ييسر الامر، وان مصر تظل صامده وستظل صامده باذن الله تعالى. كلما زاد الطلب على الدولار انخفضت العمله المصريه. دي المشكله. النهارده الدولار
محتاجين الشعب المصري، الشركات الاستيراد والتصدير بتحاول تلهث وتسعى على الحصول على الدولار، مما ساهم في خفض الجنيه المصري مقابل الدولار. ده سبب من الأسباب. في برضو الفترة الأخيرة احتمال يتم ارتفاع أسعار الذهب الفترة الأخيرة اللي جاية دي، أو الفترة الحالية، ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب. الليرة التركية وضع تركيا اقتصاديا سيء جدا، وقامت بتعويم الليرة التركية. ده الوضع اقتصادي عالمي عفوا، لأن الوضع التركي اقتصاديا سيء للغاية، لا يقل عن بعض الدول الأفريقية. ولكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نعدي المرحلة القادمة دي، وان شاء الله 2023 على الابواب. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تعود الحياة الى طبيعتها، وتنتهي الحرب الروسية اللي دمرت او كانت سبب من اسباب دمار العالم وارتفاع الاسعار. اوروبا هناك مشاكل كتير جدا وكلنا نعلم ذلك وما نعلم. فانا بقول له ان الاسعار في اوروبا اختلفت وبقت اضعاف الاضعاف. اسعار النفط، اسعار الطاقه، اسعار الكهرباء، كل اسعار الغذاء. الموضوع وليس على الدول العربيه فقط، ولكن حتى على الدول الاوروبيه والغربيه كذلك. نشوف ان شاء الله باذن الله، هنشوف الايام اللي جايه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تعود الحياه الى طبيعتها. هذا ما حبيت اقوله لحضراتكم على الوضع الاوكراني والوضع التركي والوضع المصري. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.